سمعت قبل كده عن تفاح الشرق؟ فاكهة لونها برتقالي بتخبي وراها كنوز من الفوائد العظيمة، إنها الكاكا أو الكاكي، فاكهة الخريف اللي ممكن تغير نظرتك للغذاء الصحي. يا ريت اللي مش مشترك في القناة يشترك ويدوس على زر الجرس حتى يصله كل جديد، وندخل في الموضوع ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في الفيديو ده إن شاء الله هنغوص في رحلة شاملة لنكتشف أسرار الفاكهة الجميلة دي، فوائدها وأضرارها الموثقة، وإزاي نختارها من السوق، وإزاي نخزنها صح في البيت عشان ناخد طعم الجميل بتاعها. الكاكا يا جماعة ناس كتيرة بتخاف تاكلها، الكاكا ناس كتيرة بتخاف تاكلها، واحنا عارفين ليه، بسبب الطعم القابض اللي قد يكون موجود، لكن لو دقناها وهي معسلة مش هتنسوها وهتغيروا رأيكم. طب ايه ازاي نخليها بقى معسلة وطعمها حلو؟ ده اللي هنقوله بعد ذكر ايه؟ الفوائد. الفوائد الصحية للكاكا. الكاكا بتحتوي على فيتامين سي، واحنا عارفين فيتامين سي بيعمل ايه؟ بيعزز المناعة ويقلل الالتهابات وبيساعد على امتصاص ايه؟ امتصاص الحديد. كمان فيها فيتامين ايه وبيتا كاروتين المفيد لايه؟ للرؤية والنظر وصحة ايه؟ الجلد. الكاكا فيها الياف غذائية، فيها ايه؟ الياف غذائية. بتعمل ايه الالياف الغذائية؟ بتحسن حركة الامعاء وبتمنع الامساك وتساعد على الشبع. فيها كمان ايه؟ مضادات اكسده. مضادات اكسده بتقلل الالتهابات وتحمي خلايا الجسم من التلف الناتج من الجذور الحره او الشوارد الحره. وكمان في دراسات بتشير الى ان تناول الكاكا نفسها قد يساعد في تقليل ضغط الدم وتحسين صحه القلب، لكن لما تتاكل باعتدال بدون افراط. لو انت جربت بقى الكاكا قبل كده قول لي تجربتك ايه وايه رايك في التعليقات. نمسك تاني حاجه الاضرار والتحذيرات. هل الفاكهه الجميله دي فيها اضرار؟ نشوف. الفاكهه الغير ناضجه، بصوا بقى دي ناضجه، هقول لكم ازاي تعرفوا كده بس يجي وقتها. بس الفاكهه الغير ناضجه بتحتوي على تانينات عاليه، دي اللي بتحسسنا بالطعم القابض جدا، وده اللي بينفر الناس منها لانه بيسبب شعور بالجفاف في الفم واللثه. مين جرب بقى؟ اللي جرب الشعور ده والطعم ده يقول لنا. الكاكا الناضجه بقى اللي زي دي كده، الكاكا الناضجه اللي زي دي كده سكرها عالي جدا، وبالتالي اللي يكون مرضى السكر لازم يخلي بالهم منها وياكلوا منها بكميات بسيطه وبدون افراط. الكاكا لما بتتاكل على معده فاضيه بعض الاشخاص ممكن يجي لهم انتفاخ واضطرابات هضميه، وبعض الاشخاص عندهم حساسيه، مش كل الناس، ده نادر جدا لما بتلاقي الحساسيه دي. انت بقى جربت الكاكا الناضجه والكاكا الغير ناضجه اللي طعمها قابض؟ شاركنا تجربتك. طب ازاي نختار الكاكا في السوق علشان ما تطلعش طعمها قابض وتكون ناضجه؟ اولا لازم يكون لونها البرتقاني ده، ما يكونش لونها فيه اي حاجه خضراء، يبقى لونها برتقاني بدون اي بقع خضراء. ما تكونش صلبه، بصوا انا بدوس عليها كده طريه ازاي، بس ما تكونش بقى مستويه قوي كده، بتكون طريه فيها طراوه وريحتها بتكون واضحه. اشتري الكاكا كامله اللون، يعني ما تكونش فيها مبقعه بالوان تانية وبدون خدوش. طيب احنا اشترينا كاكا او جالنا صندوق فيه كاكا او كرتونه فيها كاكا او اي احد افراد الاسره جاب كاكا وطلعت ناشفه نرميها. يعني طلعت ناشفه يعني غير ناضج نرميها ولا نعمل لها إيه؟ لا طبعا ما نرميهاش، كل حاجه ليها حل. كل اللي عليك انك تسيبها بدرجه حراره الجو، اهم حاجه بتكون بعيده عن الشمس، ما تحطهاش في الشمس، تكون ايه في حراره الجو كده يوم او اتنين او تلاته لغايه ما تطرى، هتطرى. وممكن تستخدم معاها طريقه الموز والتفاحه والطماطم او الطماطمايه. الموز او الناس اللي متابعاني عارفه ان الموز والطماطم والتفاح بيطلعوا غاز ايثيلين اللي بيساعد على الاسراع من عمليه النضج. يعني لو هي كانت ناشفه نحط معاها موزايه ولا طماطمايه ولا تفاحايه ونغطي بقى كده ونشوف ونسيبها كده لغايه ما تطرى. ده بيساعد على ايه؟ غاز الايثيلين بيطلع من الفاكهه ديت بيساعد على اتمام عمليه النضج. طب انت بقى تعرف طريقه تانية لتسريع النضج غير اللي انا قلتها دي؟ طب جبنا الكاكا في البيت عايزين نحتفظ بيها من غير ما تبوظ، يعني نخزنها ازاي في البيت؟ بتفرق بقى هل هي ناضجه ولا غير ناضجه؟ لو هي غير ناضجه بتسيبها في حراره الغرفه بعيد عن الشمس. الكاكا الناضجه اللي زي دي كده الطريه اللي زي دي بتعيش في الثلاجه يومين ثلاثه على حسب ايه؟ درجه حراره الثلاجه والظروف. طب لو عايز اجمدها
يعني عايز احتفظ بيها مجمده، نقشرها ونقطعها شرايح او مكعبات و و و وتنفع بعد كده في العصير او تنفع في صناعه الحلويات. طيب، ما تشيلش الكاكا في نقطة مهمة جدا، ما تشيلش الكاكا مع أي حاجة لها ريحة لأنها بتلقط أي ريحة تانية، يعني بتلقط الروايح بسهولة جدا، بتلقط وبتمتص الروايح اللي حواليها بسهولة جدا، فبالتالي ما تحطهاش مع أي حاجة لها ريحة نفاذة. سؤال لحضراتكم، أنتم بقى بتاكلوها إزاي؟ مباشرة ولا بتشربوها عصير؟ وأخيرا، الكاكا فاكهة رائعة، لكن لازم نعرف إزاي نختارها صح ونستهلكها باعتدال. لو عجبك الفيديو يا ريت تشيره لاصحابك، فالدل على الخير افعله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم واجعله في ميزان حسنات كل من شاهده وشيره ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لي وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق، وتدعم لاخوانكم، وما تنسوش تدعموا القناه بالشير واللايك والتعليق حتى ننشر الوعي الصحي والغذائي في المجتمع. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.